بين زحام الناس المتهافتة إلى أعمالها أرمق من بعيد كهلا نحيلا شاحبا أعرجا يدفع دراجته بصعوبة جارا خلفه رجله المعطوبة، وعلى الدراجة أقفاص فيها بعض الطيور، تتجلى ملامح التعب مع القرب، فتقاسيم وجه الرجل تنبئ بالألم والمعاناة والحرمان. بين يديه رغيف خبز يتقوت بها. تنهدت طويلا ثم سألته عن حاله، قص علي قصته ووضعه، وهو ما يكون أقرب للخيال، وأصر أن أرافقه إلى منزله لأرى حاله وأطلع على وضعه. كان المنظر صاعقة وأغرب من الخيال. جمدت في مكاني برهة، ثم سرح خيالي عما يمكن أن يصيبنا يوم نسأل عن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه. منزله، وأي منزل! والله لو حدثتكم عنه لما وسع خيالكم تصوره. إنه أشبه بقبر مظلم موحش، إنه أشبه بالحظيرة، ولا والله بل إن كثيرا من الحظائر أفضل من بيته، فلا شيء يقيه حر الشمس ولا برد الشتاء. انتابني الوجل وصدى قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. يقرع أذناي. ماذا عسانا نقول لك يا رب؟ ماذا عسانا نقول لك يا رب؟ ماذا عسانا نقول لك يا رب إن لم نقم بواجبنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حالة من الحالات التي لم أشهد لها مثيلا. أخونا أبو يوسف يسكن في هذه الخيمة، بل إن كلمة خيمة لا تنطبق على هذا المكان. إن شاء الله سندخل إلى عند أخونا أبو يوسف. يلا بسم الله. أبو يوسف بسم الله. يلا. السلام عليكم. شلونكم ابو يوسف؟ الله يكرمكم ويبارك فيكم. نحن هلا في عشوائي الريان، مو هيك؟ عشوائي الريان. ايشو بتحدثونا عمي عن وضعكم؟ شيخي والله الشغله موتي خالص، وهي حالتي شوف عينك. والله يصليك بدي 10 سنين هي. لا اله والله هيك 10 سنين، وقلب العالم يعني ما ضل رحمه ولا شيء، وقلب العالم يعني ما ضل رحمه ولا شيء. وكادر بالمطر، بعز المطر الدنيا مطر طوف هيك وعم يشر علي. جينا على واحد قلنا له خي اعطينا الكادر من عندك وعطيه، قال لي ما هو اللي يتحجج، ما هو له ما اعطاني اياه. والمطر هيك فوق تحتي يشهد علي الله. وعندي تنتين بناتي نهار الزنزال، طلع عقله نهار الزنزال، وهذا انت تقول لي بإمد اطيب واللي اجيبه واللي يصير لي حطوا دكاتره وحكمه. والله يا شيخي ما عرفنا عفرين، كان يذكروا لنا شيوخ ودكتور هيك كويس، ناخذ على دكتور كمان نفس الشيء. لا حول ولا قوة. وهي وتقول لي بإمد اطيب، غير ابكي عليها وازعل. والله ما بي. انا اجري من صغير، انا طفل انشلت اجري ولا اليوم عملت لها عمليات وهيك يعني. هاي يعني بشوفك معك بسكليت بس ما بتركب عليه؟ ما بس بالنزل بحسن اطلع على المسلك، بمشي عمل بالطلع ما بحسن اطلع. ايدي ما بتساعدني، ميته جاي. ايوه ميته ضعيفه، ما شلتها هيك ما بحسن. ميته شيخي، ميته طلعها ميته. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا صغير انشليت. سبحان الله. طلع ميته شيخ، ما طلع. مين عندك معيل يعني؟ مين بيساعد؟ والله ما بحدا معين، والله العظيم ما بي.
هذا شغل يا شيخي. اشتروا هيك دجاجات وبتبيعوا. والله بروح من الفيزا كل 4 أيام اروح الفيزا يصير لي 100 ورقه، ويصير لي عندي يوم بعطيني حق دواء، والثاني يوم بعطيني حق دواء، وبدون عشاء وبدون شيء. والله العظيم ما بالحال شيء كمان. لا حول. يعني ما احسنت طوال هال10 سنين تشتري خيمه؟ ما احسنت وما بحسن. ولا حدا من اهل الخير مثلا شيخي يشهد علي الله اني زيت نباتي دا اجيبها، ما بحسن اجيبها. يشهد علي الله حق هالمصحف. لا اله الا الله. بقول اذا بدي اجيب الي قنينه، لا اولادي عيلتي ابدا مني ما بجيب. لا حول ولا قوه. وما بخبي عليك اكثر الايام لقيت بجيب باكل من البراميل، ما بخبي عليك. لا حول ولا قوه. امسيات لقيت فطراي عزير اكلت وحده اتاني مسمومه يا شيخي. حيشاك جيت هون بالليل 3 ساعات وراجع. الصغار قالوا يا ابني احنا راجعت، قلت لك يا بنتي مسمومه. ضليت 3 ساعات اراجع، الله كتب راجع لارتحت. شو نسيخ النار بقلبي هيك صار. والله العظيم يا شيخ يعني دبيت على اشياء اكله. لا حول ولا قوه. ومنيح يعني ما مت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مو الله خلقنا على دين الاسلام. الحمد لله الحمد لله. مو الله خلقنا على دين الاسلام تسوى الدنيا هي. الحمد لله. كلمة لا إله إلا الله لا إله سيدنا محمد. لا إله إلا الله. تسوى الدنيا. عمي أبو يوسف، يعني أنت حضرتك عايش هون، يعني مانك عايش مع عائلتك مشان تجارتك شغلك تبيع وتشتري؟ شيخي أنا مشان أبيع واشتري وما عندي مكان أنام مع عائلتي. شيخي عائلي فيها بس اللهم صل على النبي. هيك عائلي عندي الله. أنا أولادي ومرتي 10. لا إله. ما عدا أولاد ابني وأولاد بنتي، وفي وحدة يتيمة وحدة أرملة، وعندي بنت يتيمة هي لما عاقلة. لا حول ولا قوة. والله حياة شوف كنا يعني أنا لون أحسن أشتغل أشيل أرميد، أشتغل بزريعة بشي. ما جيت على الشغلة لأني ليش شغلة فاضية وما بيش. يعني حظك بيع الدجاج. إيه كان ما بشتغل فيه. ليه شغلته فاضية على يعني النهار كله 30 40 ورقة. وتاني يعني ما أخذ أروح أشتغل بزريعة بشيل أرميد شيء ما بحسن. عمي 60. نعم. وشي ما بالحق يا شيخي والله. شي 60 وعم بتروح تشتغل من موتي شيخي. ووضعك والله وهيك وضعي يعني من موتي بدي اروح اشتغل. واذا مطر ولا ثلج ولا نفناف ولا كل شيء سأل العالم كلهم يقول لي بالمطر لك بروك، قال له لا والمطر فوقي. الثلج النفناف علي لك قول لي بروك ببيتك، قال له لا ما عاش في الله. وانا مريض ومعي عصب والقلب يعني مريض واجري. يعني لما امشي نوبات بقول لحالي يعني تمشي ما عم تحسن تمشي، اقول ايه والله ادري يعني عم تعيني. وبطلع بالمسلك ما بحسن اطلع. لا بتجي بالنزله اطلع على المسلك هسه من هيك يعني شوي، وطول النهار ما اشوف عليه. بقى لا ريح على الطرق ببرك على الطرق ارتاح، لا ارتاح شوي واللي بتعب يا شيخي. حسبنا الله ونعم. شيخي يلا لما اكون امشي مثلا من هون لتحت الجامعه شو مسك هيك صاجر عم تعمل هيك وهيك ظهري بده يطق هيك. شو مسك هيك صاجر عم تعمل هيك وهيك ظهري بده يطق هيك. يعني ما حدا دريان بحدا. الله حسبنا. يعني ما حدا دريان بحدا. حسبنا الله ونعم. ما حدا لحدا وما ضل رحمه يعني ما ضل رحمه. لا حول ولا قوة. الله قوة. العظيم. هي طبخي هون بطاطا عليها والشاي عليها. صوبة. ليش ما تمد اللابورية؟ لا شيخي ما مديت الا من هون تدخن نفس الشيء تدخن. لله الأمر. اي والله. حسبنا الله ونعم. والله يعني في هالصيفية وفي هالوضع وصاير طبخك بقلب الخيمة وهي كلها مساحتها مترين كله هون يا شيخي. وشيخي زادان حياتي زادان عمري. بس والله العظيم ما في موت يشيلني غير ما هيك. في يا الله محيي لاني كرهان حياتي. يعني فقر وما بالحال شيء وعيلة وما في غير الله وانا. الله العظيم عم بحاكي. لا حول. والله العظيم. شايفين نحن الوضع، لكن تحكي لنا هيك ايش شو احتياجاتكم؟ اجيب دواء للتنتين دول مرة بل عندي بناتي، ويعني بدي اجيب له مثلا طبخة شيء. وتشوفت عينك يا شيخي ما والله هي هاي شيخي طلع وزخيمة كمان. الله يجزيكم كل خير كمان. نحن ان شاء الله بنوصل صوتكم لاهل الخير. شيخي ما ضعت الرحمة اخوي ما ضل رحمة والله ما ضل رحمة والله. الخير في وفي امتي.
حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص عمي لا تاكل هم، وإن شاء الله نحن معك. نحن إن شاء الله أهل، وأنا بإذن الله ما راح أتركك، وأنا بإذن الله ما راح أتركك. وكل الله عمي، وكل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل الله عمي، وكل الله. إن شاء الله ما بيكون إلا يسر خاطرك بإذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.